أهلا بيك في التحليل النفسي والفلسفة العميقة. هسألك أسئلة غريبة وهتختار إجابة، وهقولك أنت مين وشخصيتك إيه. اختبار الشخصية المستحيلة. لو أنت حيوان، لا مؤاخذة، أنهي حيوان هيعبر عن شخصيتك؟ بس خد بالك، أنا مش بقول بتحب أنهي حيوان، لا، هتختار أنهي حيوان يعبر عن شخصيتك، الدب ولا الكلب ولا القطة. لو اخترت الدب يبقى أنت شخصية هادية، بس لو اتضايقت بتتحول لحاجة تانية خالص. لو اخترت الكلب فأنت شخصية وفية وبتحب العلاقات الاجتماعية القوية. لو اخترت القطة يبقى أنت شخص مستقل وعندك مساحة خاصة ما بتحبش حد يتعداها. لو أنت آلة موسيقية هتكون إيه؟ الجيتار ولا البيانو ولا الدرامز؟ لو اخترت الجيتار يبقى أنت شخص بتحب الحرية والتعبير عن النفس. أما لو اخترت البيانو يبقى أنت شخص عندك جانب كلاسيكي وفخم. لو اخترت الدرامز يبقى أنت شخص حياتك متمردة وديناميكية وسريعة. لو أنت مادة دراسية هتكون إيه؟ العلوم ولا الفلسفة ولا التربية الرياضية؟ لو اخترت العلوم يبقى أنت شخصية فضولية وبتحب تكتشف كل حاجة بنفسك. أما لو اخترت الفلسفة يبقى أنت شخص بتحب التفكير العميق والتساؤلات الوجودية. أما لو اخترت التربية الرياضية يبقى أنت شخص عندك طاقة وحب للحركة. لو شخصيتك كانت لون هيكون إيه؟ الأزرق ولا الأحمر ولا الأخضر؟ لو اخترت الأزرق يبقى أنت شخص هادي ومتزن وعندك عمق فكري. لو اخترت الأحمر يبقى أنت شخصية قوية وحماسي ومندفع. أما الأخضر فده معناه إنك شخص بتحب الطبيعة والسلام الداخلي. لو أنت شخصية كرتونية هتكون مين؟ توم اند جيري ولا سبونج بوب ولا شريك؟ لو اخترت توم اند جيري يبقى أنت شخص بتحب المغامرات والتحديات. لو اخترت سبونج بوب يبقى أنت شخص متفائل وعندك طاقة إيجابية. لو اخترت شريك يبقى أنت شخص هادي وبتحب حياتك بعيدة عن الدوشة والزحمة. دي كانت اختبارات الشخصية المستحيلة اللي معمول بتكنولوجيا ال AI أو الذكاء الاصطناعي. دلوقتي قولولي شايفين النتيجة بتمثلكم بنسبة كام في المية؟ 80%، 50% ولا 10% ولا زيرو ومفيش حاجة من الكلام ده خالص؟ ويا ترى الذكاء الاصطناعي قدر يعرفكم كويس ولا لسه مخبيين أسرار؟ اكتبولي رأيكم في الكومنتس، ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وابعتوا الاختبار ده لأصحابكم، يمكن تكتشفوا شخصيتهم الحقيقية لأول مرة. وتابعوا باقي فيديوهات اختبارات الشخصية اللي هتعرفك حاجات عن نفسك ممكن انت نفسك ما كنتش تعرفها. وكفاية كده عشان أنا تعبت.